هذه انجح وابن بيتزا صوص بلانش تقدروا تجربوها، راح تجيكم بزاف بنينه وبواحد لاباط خفيفه وقطنيه ما تشبعوش منها، وزيد تخرج كميه كبيره. في غيسيبيون حطيت علبه ياغورت طبيعي، وبنفس العلبه كاين لنا 2 كيلات حليب يكون دافي مع مغرف كبيره سكر ومغرف كبيره خميره خبز. نخلطوا هاد المكونات ونزيدوا نصف علبه زيت وبيض بيضه. نخلطوا هاد المكونات مليح ونلموا بالفارينه، ونزيدوا باكي خميره حلويات مع مغرف صغيره ملح. نلموها حتى نتحسوا العجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد. بعدها نزيدوا مغرف كبيره زبده تكون طريه، ندخلوها مليح في العجينه ونغطيوها ونخليوها تخمر حتى يتضاعف حجمها. وهنايا عندي دجاج قطعته قطع صغيره، زدت عليه التوابل اللي حنخلي لكم مكتوبين. نقليه مليح ونخليه يبرد بجيه. نروح نحضر كريمه الجبن في طاوه. عندي كاس حليب مع كاس كريمه سائله والملح والفلفل الكحل ومغرف صغيره فارينه والفرماج. حطوا اي نوع تحبوه. نخلطوا كلش بارد في بارد ونحطوها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لنا الكريمه. بعد ما خمرت العجينه مليح نديغازيها ونقسمها الى كوريات صغار ونحلوها بالطول، من بعدها بالعرض. والعجينه لازم تكون رقيقه، ونطلعوا الحرف بهذا الشكل كما راه موضح في الفيديو. وحطهم في بلاطو لازم يكون فيه بابي كويسو. حطيت فيهم كريمه الجبن والفرماج والدجاج، ودهنت الاطراف بصفر بيض وشويه حليب، ودخلتهم يطيبوا في الفرن مسخن على 180 درجه من تحت. وكي طابوا حمرتهم من فوق، وهكا يكونوا وجدوا وقدموهم وبصحتكم.